بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى في طبق السجق الجميل ده؟ هنعمله بقى بخطوات بسيطة جدا، اسهل اكلة تعمليها في 10 دقايق. حبايب قلبي اللي بينسوا يحطوا اللايك، يا ريت ما تنسوش تحطوا اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. يلا بقى ندخل الفيديو ونشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي مع بعض يا حبايبي. معانا المقادير بتاعتنا، معانا نص كيلو سجق بلدي، ومعانا فلفل الوان، ومعانا توم، ومعانا البهارات فلفل اسود، بهارات سجق، ملح، ومعانا بصل شرايح. بس كده دي مقاديرنا. معانا الطاسه هنا سخنه بقى، تكون سخنه جدا. ننزل بقى بالسجق بتاعنا كده ونديله بقى صدمه. ما تكتروش بقى يا حبايبي من الدهون، عشان ايه؟ السجق طبعا انتوا عارفين ان هو بينزل ايه؟ دهون جامده جدا. هنشوح فيه كده لغايه ما ياخد معانا لون حلو. وكده خلاص. بصوا السجق خد معانا لون حلو جدا، بصوا ما شاء الله. ده بقى اللون اللي انا عايزاه بالظبط. هننزل كده بايه؟ بالثوم المفروم، نديله بقى تشويحه حلوه. بصوا بقى الثوم بقى، السجق ده روحه ايه؟ الثوم. طبعا هو فيه متبل وكل حاجه، بس احنا هنضيف له بقى التوابل بسيطه جدا. هننزل بقى كده ايه؟ بالبصلايه. ننزل بقى بالبصلايه المفرومه معانا جوليان او شرايح كده عادي براحتكم. نبتدي بقى نشوح الكلام الجميل ده كله ايه مع بعض. كل الحكايه بصوا مش هتاخد معاكم 5 دقايق. صينيه السجق دي بصوا جميله جدا. والبصله بصوا بقى لسه ما دخلتش معانا بقى في اللون اللي احنا عايزينه. اول ما تبتدي تصفر معانا كده هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، والفلفل في الاخر خالص، اخر حاجه الفلفل. وخلاص كده بصوا البصله اصفرت معانا، واحنا مش عايزين اكتر من كده، عايزينها بس تصفر معانا. وننزل بقى ببقيه التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا فلفل اسود، بهارات سجق، ملح، بس كده. وما تكتروش بقى في التوابل. وعندي تكه صغيره كده هحطها، خلي بقى صينيه السجق تروح في حته تانية. معلقتين خل كده بس. هنقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعض كده، وخلاص كده. بصوا مفيش اسهل من كده. هننزل بقى بالفلفل الالوان كده اخر خطوه عشان ما يتبلش معاك. وطبعا انتوا عارفين الفلفل ما بياخدش على النار اي حاجه، بس هنديله بس تشويحه بسيطه كده مع السجق. والريحه ايه بقى؟ ما اقولكوش بقى على الجنب. مفيش اسهل من كده. طاسه السجق ده احلى بقى طبعا من سجق الشارع، حاجه مضمونه هتعملوها في البيت بس جميله جدا. وكده خلاص الفلفل دبل معانا، مش عايزين نحمره قوي اكتر من كده عشان نستفاد بالفايده بتاعته. وخلاص كده صينيه السجق بتاعتنا بقت جاهزه. وكده يا حبايبي خلاص. بصوا في نهايه الفيديو بقى يا حبايبي، بصوا بقى طبق جميل ما شاء الله يفتح النفس. واللي وصل معانا هنا بقى ما ينساش اللايك يا حلوين. هستنى بقى تعليقاتكم على الفيديو ورأيكم يهمني جدا يا حبايبي. واستنوني ان شاء الله فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.